كان في نبي اسمه النبي دانيال، كان عايش من 2600 سنة. النبي ده شاف نهاية العالم، حرب نهاية التاريخ، وكتبها في كتاب مكون من 12 صفحة. الكتاب ده فيه كل أسرار نهاية العالم، لكن مكتوبة بالشفرة علشان ناس تفهمها وناس تستهزأ بيها. المؤمنين بالله يفهموها والأشرار يستهزأوا بيها، لأن الكلام ده مقرر ليه انه يوصل للمختارين، لكن غير المختارين يبان ليهم على انه الغاز. بص الكلام بيقولك ايه. الكلام بيقولك ان في حرب كبيرة هتقوم اسمها حرب نهاية التاريخ، احنا على بعد ساعات معدودة من الدخول فيها. هذه الحرب الكبرى هتبدأ من قطبين في وسط الشرق الأوسط، هما إسرائيل وإيران، ملاك إسرائيل وملاك إيران. الكلام ده مكتوب بالنص في الصفحة رقم 8. شبه لك إسرائيل بتيس من الماعز في الصفحة رقم 8، وادرس معايا الكلام ده، تيس من الماعز. وشبه لك إيران بكبش، والاتنين في القصة نطحوا بعض. وفي الاخر الملاك جبرائيل فسر النبي دانيال الرؤية، وقال له ان الكبش ده ملوك مادي وفارس اللي هم ايران، وان التيس ده كل الغرب الجماعي او اسرائيل. هنقرا مع بعض النبوة وشوف لو الكلام هتلاقيه متناسق مع الاحداث السياسية اللي بتحصل دلوقتي، هيكشف لك سر نهاية العالم كله، بانه مكتوب في الصفحة رقم 8 في كتاب النبي دانيال. وانا مش هبحث لوحدي عن الحقيقة، انت كمان ابحث معايا. البحث عن الله حلو، لانك ان بحثت عن الله بصدق الله هو اللي هيجدك. بص النبوة بتقول لك ايه. في السنة الثالثة من الملك بلتشاصر الملك ظهرت لي انا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء. هو شاف رؤيا قبل كده في الصفحة رقم 7، وشاف رؤيا تاني في الصفحة رقم 8. احنا دلوقتي في الرؤيا اللي في الصفحة رقم 8. فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلام. رأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي. بيقول لك العنوان بالصدق اللي هو رأى فيه الرؤيا، والرؤيا معناها إن تتفتح عيونه وهو صاحي عشان يشوف أشكال جديدة في الواقع. حلو الكلام. الله بيرسلها ليه بألغاز عشان إحنا اللي ساكنين في نهاية الأيام، زي ما قلت لك، ناس تشوفها وتفهمها وناس تشوفها ألغاز. المؤمنين بالله يشوفوها يفهموها، والغير مؤمنين مش هيفهموها. حلو الكلام. بيقول لك ايه فرفعت عيني ورأيت. طب رأيت ايه؟ رأيت إذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليين والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. هنا بيتكلم عن إيران. ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يديه، وفعل كمراداته وعظم. بيقول لك كبش ليه قرنين، واحد صغير وواحد كبير. هنا بيتكلم عن ايران وتحالفها اللي كان مع لبنان. القرن الصغير هو لبنان بيسقط دلوقتي، فاضل القرن الكبير. طب ليه كانت بتنطح غرب وشمال وجنوب؟ لان ايران كانت بتخش اليمن، وكانت بتخش سوريا، وكانت بتخش العراق، وكانت بتتدخل في ارض الخليج. حتى مصر ما سلمتش منها، هم اللي طلعوا الجماعه الاخوان من السجون. قاسم سليماني والناس دي طلعوا الجماعه الاخوان من السجون. بتتدخل عند جماعه الفلسطينيين حماس، فاهمني؟ فبتتدخل في وسط ايه، حتى الاردن ما سلمتش منها. يعني ايران دي اخطبوط كبير. حلو الكلام. فده الكبش. حلو الكلام. بيقول لك ايه بقى، مين اللي هيقابل الكبش ده؟ هيقابل الكبش ده اسرائيل او الغرب الجماعي. بص صورة اسرائيل والغرب الجماعي. بيقول لك ايه، وبينما كنت متأمل، النبي دانيال اللي بيتكلم، وبينما كنت متأمل وإذ بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. بيقول لك تيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض. أول لما يقول لك جاء من المغرب ده معناه الغرب الجماعي، وإسرائيل هي غرب إيران، والغرب كله من المغرب، الغرب الجماعي. طيب التيس ده جه من المغرب هيعمل إيه؟ هنكمل مع بعض. اللي هو إسرائيل مدعومة بالغرب الجماعي. تيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. يعني الغرب الجماعي ده إسرائيل هتجره وهتقوده في ضرب مفاعلات إيران النووية. وجاء إلى الكبش، يعني التيس اللي هو إسرائيل جاء إلى الكبش اللي هو إيران صاحب القرنين الذي رأيته واقف عند النهر، وركض إليه بشدة قوته، ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه.
وطرحوا على الأرض وداسوا، ولم يكن للكبش منقذ من يديه. يعني إسرائيل هتقوم تضرب إيران ومفيش حد يعرف ينقذ إيران، وهتسحق مفاعلاتها النووية وهتضرب كل قواتها العسكرية. في اللحظة دي بقى بص تكملة النبوة، بيقول لك إيه: فتعظمت حتى إلى جند السماوات، وطرحت بعض من الجند والنجوم إلى الأرض وداستهم. من الغرب الجماعي أو إسرائيل هيتعظم وهيتكبر حتى إلى جند السماوات. حلو الكلام. وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن قدسه. يعني بمجرد ما إسرائيل تضرب إيران، ناس الساكنين على الأرض كلهم هيرغموا على عمل الشر، ومش هيبقى يقدروا يقدموا التوبة، لأن أبواب الأعالي اللي فيها الرحمة هتتقفل. لأنه بيقول لك إيه: جعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق إلى الأرض. الإرغام على عمل الشر. عايز تعرف يوم القيامة هيقوم إمتى؟ عايز تعرف يوم القيامة هيقوم امتى؟ يوم القيامة هيقوم لما الناس ما تقدرش على التوبة، لما الناس يكون عندها صعوبة في التوبة. تعرف ان المعصية اللي بتقفل الحق، والناس مش قادرة ترجع، وباب الرحمة بيتقفل، وتعرف ان القيامة هتقوم خلاص، لان الناس كسر حرية بني البشر. اسمها دي ركسة الخراب اللي قال عنها النبي دانيال، واللي ذكرها السيد المسيح تلاميذه عند الهيكل القديم. قالوا لي: يا سيدنا المسيح، ايه هي علامات نهاية العالم؟ فقال لهم جملة في منتهى الخطورة. قال لهم: متى رأيتم ركسة الخراب القائمة عند الموضع المقدس ليفهم القارئ. خد بالك، السيد المسيح استشهد بكتاب النبي دانيال اللي قبل ما يجي ب600 سنة. السيد المسيح قال: متى رأيتم ركسة الخراب القائمة بالمكان المقدس ليفهم القارئ. وانا فسرت لك ركسة الخراب من شوية، اللي هي ايه؟ كسر حريه بني البشر، ارغام الناس على عمل الشر، عدم قدرتهم على التوبه. طب السيد المسيح بيقول لك: متى رايتم ركسه الخراب قائمه في الموضع المقدس، ايه اللي هيحصل؟ ليهرب الذين في اليهوديه الى الجبال، ويل الحبالة والمرضعات في تلك الايام، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه، والبحور تضج، ويكون زلازل في اماكن ومجاعات. والوقت يبصرون ابن الانسان اللي هو يسوع المسيح آتي على السماء بملكوت وبمجد كبير. يعني السيد المسيح هينزل في الحرب العالمية الثالثة على السماء، ويضرب 4 زوايا الأرض اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، اللي جم في الشرق الأوسط عشان يحاربوا بسبب إسرائيل وإيران. السيد المسيح هينزل في الحرب العالمية الثالثة ويضرب كل الأمم دي، ويقيم الملكوت السابع الأخير، ملكوت الله الحي، ملكوت السماوات. إن أمنت بالسيد المسيح تنول حياتك الأبدية. ان اعترفت بصليبه وبقيامته من الاموات وقدمت التوبه عن الخطايا تنول حياتك الابديه. ان رفضت السيد المسيح وتهاونت مع روح النعمه ورفضته وجبت اسم اخر مكانه، لن تنول حياتك الابديه، بل هتنزل في الجحيم حسب الكلام المكتوب في الانجيل. انا قلت لك الكلام بكل مصداقيه، وكشفت لك الاسرار بكل موضوعيه. عايز تصدق يا ابن الناس صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش. احنا في الايام الاخيره، بل في الساعات الاخيره، لان الانسان اصلا نفسه حياته بتنتهي. احنا عايشين ايه؟ كام سنه؟ 70 سنه ونهايه العالم بتنتهي. يعني انت كل واحد دي نهايه عالم خاصه بيه، فالحق سلم حياتك للمسيح عشان تخش السماء. لكن رفضت السيد المسيح هتنزل الجحيم. الوقت قريب، احنا في الايام الاخيره. استعدوا للقاء الهكم. يا رب الكلام المطلوب مني ان اقوله اهو قلته.